كالعادة كلما زرنا مكان قمنا بتصوير تخليدا للذكرى. اليوم معنا فيديو جميل جدا ومحتواه مهم جدا، ألا وهي حقيقة وقصة غيل الحبس عناب الغول. يطلعنا عليه الأستاذ القدير ذو الدراية والخبرة الأخ عبد الملك محمد عبد الله. ابقوا معنا. هذا المكان من الخارج من برا، يعني هذا الحفر حق الخشب قصدك؟ داخل في حفريات مقابل كل حاجه، يعني كانوا يجوا خشب طبعا كون نعود يجي يحفرها ها الخشبه ويجي يحفرها عرضها خشبه، يقول هكذا او من الطبيعه الله اعلم. المهم ان هذا هو كان محفور قوي، والماء هذا كان يجي الحبس، هذا قطعه الحبس، هذا قطعه الحبس، وهذا مسمى غير الحبس. الله اعلم سموه غير الحبس انه حبس الماء او كان سجن، كان سجن يعني قرنه. الوالد الله يرحمه كان يلقوا دمرات واسماك وعظام اوادم، والمقابر حقنا نقلونها هنا، نقلون خاطم عظام الاوادم وعظام الحيوانات وقبرونها هنا تحت 3 مقابر. الله، كماجم اوادم واسوره ويحتفظ بهن، الا راس حيه وراس غول وراس كذا، هذا اللي شفته وكان يطرحن في الطير، لكن الثاني كانوا يجرون الناس. الان سندخل كهف، ابقوا معنا. يا استاذ عبد الملك، اي نعم، ان توجد هذه المغاره بالصدق يعني هذا هو غيل الحبس، غيل عناب الغول الاصلي المتاصل من عهد الاتراك والاحباش الذي كانوا سدوا غيل غيمان، وسدوا غيل ايوان، وسدوا غيل بينون، وهذا من ضمن المسدودات. وطينا الحكمه قولتهم كانوا يسدوا ويحاصروا اليمن بهذا، يعني يسدوا عليهم الغيول، تتحول المجرى الى الجهه الثانيه. جاء واحد شمام قولته يفكه واحتاج قال الى 15 متر العمق او الطول، يعني حفروها اصحابنا. أيوة اصحابنا والوالد الله يرحمه يعني اظن حوالي 5 اطلاء وبهمه الذي سقى بها. وهذا الشمام دخل في متاهه مع الناس ونقد وما تكمل عمله، والله اعلم لا هو لقي له شيء ولا شيء، الله اعلم، لانهم خرجوا جثث اوادم وجثث حيوانات وجثث مقبره، يعني معناته يعني مقبره من زمان او ماش عارف ايش. تعال تفضل. طيب طلعنا الحين على داخل المغاره، طبعا ضلع هذا الزواء جيت ويسع ما حد يخرج واحد الكوز او القعده من بين الفريق. هذا